جريمة قتل داخل مسجد في مدينة سوطات المغربية. فتحت الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمدينة بن أحمد مدعومة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة سيطات مساء أمس الأحد بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات اكتشاف بقايا أطراف بشرية بدورات المياه الملحقة بالمسجد الأعظم بمدينة بن أحمد. وكانت عناصر الشرطة القضائية معززة بالشرطة العلمية والتقنية قد باشرت زوال الأحد إجراءات معاينة بقايا عظام وأطراف بشرية عثر عليها ملفوفة داخل أكياس بلاستيكية بدورات المياه الملحقة بالمسجد الأعظم بمدينة بن أحمد، فضلا عن حجز مجموعة من الأسلحة البيضاء بعين المكان وتشتبه مصالح الشرطة. في هذه المرحلة من البحث في شخص تظهر عليه أعراض دفاع قوية وسلوك غير طبيعي، والذي تم ضبطه بمسرح الجريمة قبل وقت وجيز من اكتشاف أجزاء الجثة، وهو يرتدي ملابس داخلية تحمل آثار دماء. كما أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه عن حجز منقولات وممتلكات شخصية مشكوك في مصدرها. يجري حاليا البحث حول ظروف وملابسات حيازتها من لدن المعني بالأمر وعلاقتها المفترضة بالضحية، ويجري حاليا إخضاع الأجزاء البشرية التي عثر عليها للخبرات الجينية الضرورية لتشخيص هوية صاحبها قيد حياته. كما يجري كذلك فحص عينات الحمض النووي المرفوعة من مسرح الجريمة ومن ملابس المشتبه فيه لتحديد مدى تورطه في ارتكاب هذه الجريمة، وكذا الكشف عن جميع الظروف والملابسات والخلفيات المرتبطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.